لو قررتِ تحقني فيلر وخصوصًا lip filler لأول مرة، لازم تبقي عارفة كويس أوي المعلومة دي. أول حقنة بنسبة 50% مش بتدوب معانا، وده لأننا مش بنبقى عارفين طبيعة الinteraction اللي بيحصل إيه ما بين الhyaluronic acid اللي حقناه في الفيلر وما بين إنزيم الهياليز اللي موجود في جسمنا وده اللي بيكسر الفيلر. فعلشان كده بعد شهرين أو 3 من أول حقنة بنيجي نحقن الحقنة التانية، ودي اللي بتبقى دايمة معانا. وده ساعتها لأننا بنبقى عارفين خلاص طبيعة الinteraction اللي هيحصل إيه وطبيعة الconcentration المناسب معاكِ إيه وكمان الماتيريال. فبنستخدم concentration أعلى من الconcentration اللي استخدمناه في الحقنة الأولى. أو في option تاني لو إحنا هنستخدم فيلر في التشيكس أو الجو لاين أو أيا كان منطقة في وشنا، بنستخدم حاجة اسمها كالسيوم فيلر. ليه بقى؟ لأن الكالسيوم هنا بيعمل لي حاجة اسمها كاموفلاج على الفيلر، أو بيخبي لي الفيلر بحيث إن الإنزيم اللي في جسمنا ما يتعرفش عليه وبالتالي ما يكسروش، وبالتالي الفيلر هيدوم معانا up to 1 year. وبس كده. أنا دكتور فرحة ناصر. باي باي.